السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في قناة اخترنا لك مع نودي. فضلا وليس أمرا، لو عجبك الفيديو لايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس علشان أي حاجة جديدة أنزلها توصلك مني بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض المكرونة المحمرة، يعني المكرونة البني دي جميلة في رمضان، سريعة التحضير، ما بتاخدش وقت، تتحط جنب فراخ بانيه، تتحط جنب فراخ مشوية، تتحط جنب كفتة، جنب لحمة محمرة، جنب أي حاجة، ما بتقولش لأ ومش بتعيط والله. وخفيفة وطريقتها سهلة في التحضير ومش مكلفة وما بتاخدش حاجات كتيرة، والطعم بقى مش قادرة اقولك، الطعم ما اروع، طعمها تحفة بجد، والاطفال بيحبوها قبل الكبار. المكرونة المحمرة طبق تعمليه ويتحط في السفرة وقت التقديم، اول طبق هيتاكل باذن الله من كتر طعمته، وكل حاجتها عندك في البيت. بصوا بوريكم يا ولاد، بس مش هقدر اكل، انا كنت عاملاها قبل الفطار طبعا، فبوريكم بصي دايبه ازاي في الصوصه بتاعتها. بصوا الطعمه لسه نازله من على النار حالا. رمضان بيحب ان انت تعملي حاجات متنوعه وفي نفس الوقت بسيطه ومش مكلفه، انت ممكن تعملي حاجات تحفه جدا ومش مكلفه ويبقى طعمها احلى والله. مش كل يوم يعني لازم المطبخ يبقى فيه اكلات متنوعه ومختلفه. يلا مع بعض نشوف المقادير ونشوف الخطوات. اول حاجه هنا معايا ان شاء الله ده حوالي نص كيلو مكرونه من اللي هي الصغير، ومعايا 4 مجات شوربه، لو ما عندكيش شوربه استخدمي مرقه دجاج. ومعايا هنا من البهارات كزبره ناعمه، فلفل اسمر، ومعايا رشه ملح. ومعايا هنا بصلتين على فصين توم عاملاهم في الكبه، وطماطمايه مع بابريكا الوان، ولو ما عندكيش بابريكا الوان حطي فلفل عادي. ومعايا معلقتين معجون صلصه. الشمس كانت طالعه جميله يا ولاد، اول مره امبارح الحمد لله. اول حاجه هعملها حطيت مكعبين زبده وهبتدي احمر المكرونه. الشمس كانت ما شاء الله داخله عندي لحد المطبخ امبارح. بصوا هبتدي اقلبها لحد ما تاخد لون بني. هنا بعد ما اتحمرت واخدت اللون البني هنزل بالبصلتين وفصين الثوم مفرومين في الكبه. ومش قادره اقولك بقى الريحه طالعه عامله ازاي. الله اكبر الله اعظم. بصوا الطعامه، حمرت كده البصل بالثوم، وبعد كده هنزل بالطماطمايه، هي طماطمايه كبيره ومعاها بابريكا هنزل بيه، ولو ما عندكيش حطي فلفل اخضر من العادي، كلفيش نفسك، الموجود في بيتك حطيه، ولو مش موجود الفلفل استغني عنه. هي ريحتها بالثوم بالبصل بالطماطم بالكزبره الناعمه مش قادره اقولك، جايبه لحد اخر البيت. هنا الحته دي جت تاني في التصوير في المونتاج، معلش انا اسفه. بعد كده هنزل بالشوربه، انا نزلت بالشوربه بال4 كوبايات شوربه، يعني بعد ما بتحطي الصلصه وكل الحاجات دي عليها بتروحي نازله بال4 كوبايات شوربه. معلش هو هنا المونتاج لخبط الدنيا، انا اسفه يا ولاد، جاب الحته قعدها تاني وكررها تاني، معلش انا اسفه، معلش في الافاده اعاده، عشان اللي نسيت حاجه او انا نسيت حاجه اتكررت تاني. صيام بقى، كل سنه وانتم طيبين، وبعد الفطار الواحد يبقى لسه مش مركز قوي. هنا حمرت كل حاجه بالصلصه بالفلفل بكل حاجه بالطماطم بالبصل بالثوم. بعد كده هنزل بال4 مجات شوربه كبار اهو. لو ما عندكيش شوربه متوفره يبقى مكعب مرقه وتنزلي عليه ب4 كوبايات ميه، ولو حسيتي ان المكرونه محتاجه ميه حطي، المكرونه بتحتاج عامه ميه غير الرز حطي. وبعد كده هغطيها واسيبها شويه، وبعد كده هرجع لك تاني بعد ما تكون اخدت على النار وقت شويه.
يعني بتاخد حوالي 15 دقيقة أو 20 دقيقة، ما بتاخدش وقت كتير يعني هتعمليها قبل الفطار بحاجات بسيطة. وده الشكل النهائي يا حبايبي بعد ما خلصت، وحطها في طبق التقديم. كل سنة وانتم طيبين وبالهنا والشفا للي يجربها بطريقة نودي.